للتعدين. التعادل هو سيد الموقف. سيطر بشكل كبير النصر للتعدين واحرز الهدف الاول في الدقيقه 30 عن طريق رمضان ربيع، ثم اعاد معتمد محسن في الدقيقه 36 هدف التعادل. انتهى الشوط الاول وبدا الشوط الثاني وتوقعنا فوز يا طلائع الجيش يا النصر للتعدين بالتساوي. احرز النصر للتعدين في الدقيقه 57 عن طريق إيميكا الهدف الثاني. الجميع توقع انتهاء اللقاء وفوز النصر للتعدين بالثلاث نقاط، وبهذا يفوز كابتن مجدي عبد الغني بتوقعاته، ولكن يعود ملك النص من جديد للملعب عن طريق عاصم صلاح في الدقيقة 93 وتتحقق توقعات الكابتن فاروق جعفر ويتعادل طلائع الجيش لينتهي الشوط الثاني 2-2 وينتهي اللقاء وتضيع أحلام النصر للتعدين بالحصول على الثلاث نقاط. نروح سريعا برضو أكيد كابتن فاروق جعفر ليه